السلام عليكم ومرحبا بكم في ديليس دواليد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح تشوفوا معايا واحد التحليه كما راكم تشوفوا فيها تبان سامبل بصح هي بزاف بنينه، وهديه كنت شفتها في فيديو في تيك توك وكانوا مسمينها كيكه الاحلام. وفريمون يعني كي صح كي جربتها وذقتها وصح يعني تحسوها يعني كيكه ديفيرونت على لي مالفين، ماشي كيكه يعني تحليه ديفيرونت على التحليات الاخرين. جيت فيها طبقه مقرمشه من الفوق، ومن بعد من تحتها طبقه تاع اون كريم وشوكولا، وتحتها طبقه تاع كيك اللي يكون مشرب ومشمخ بزاف بنينه. ما نطوش عليكم، راح نوري لكم الطريقه والمقادير وتشوفوا معايا تانيك باللي اقتصاديه سورتو، يعني راح نستعملوا فيها حبه بيض على بالي باللي بزاف يحوسوا على تحليات اللي يكونوا ناقصين ما فيهمش بزاف البيض. دونك هذه راح نسحقوا فيها حبه برك تاع البيض. راح نزيد معاها السكر، راح نستعمل السكر بني، ما تقدروا تستعملوا السكر الابيض. درت قيس 80 غرام، شفتوا بالكاس ابيبري شحال جاني. قلت لكم سواء استعملوا البني، ماشي لازم بني، ما انا كان عندي البني استعملت البني. درت لافاني تانيك، قرصه تاع الملح، وراح نطلع الخليط تاعي بالباتر. لازم هنا يبيض لي شويه الخليط باش تجينا يعني هذيك الكيكه تاعنا تجينا خفيفه. قلت لكم يعني الكيك هدايا ولا التحليه هذه يجي فيها ثلاث طبقات. الطبقه الفوقانيه راح تكون شوكولا، يعني هذيك الطبقه اللي تجينا مقرمشه، تعطينا هكذا شويه كروستيون في التحليه تاعنا. ومن بعد تجي تحتها طبقه تاع كريمه تاع كريمه وشوكولا، تجي بزاف بنينه تاني. وتحتها هذاك الكيك والشوكولا اللي نخدموا فيه دوكا، يجي خفيف بزاف ويجي مشرب، راح نشربوه تاني. شوفوا معي هنا مر ما طلعت والخليط تاعي بياض شويه وداب لي داك السكر باش يجينا الكيك تاعنا خفيف. زدت الزيت تاني عندي 80 مليلتر، يعني 80 غرام سكر، 80 مليلتر تاع الزيت، نفس الوزن يعني نفس الكيل. شفتوا بالكاس، نقول لكم بالكاس ابيبري شحال تجي. وزدت خلط هنا خلطه ما نطولوش بزاف، يعني خلطه خفيفه برك. وهنا دوكا راح نحي الباتر ما نسحقوش، راح نجيب الحليب هنا عندي 120 مليلتر، راكم تشوفوا بالكاس تقريبا يعني كامل السوائل اللي يجونا كيف. الحليب كي نزيدو راح نخلط غير بالفوي، ما نسحقش الباتر، قسم ما يدخل لي هذاك الحليب مع الخليط هذا. هنا يبقاو لي المكونات الجافه اللي راح نجيبهم. تاني المكونات الجافه كنت كيلتهم بالميزان. عندي 100 غرام تاع الفارينه، شوفوا بالكاس شحال جاتني الكاس هذا يرفد 240 مليلتر. نسحقوا 25 غرام تاع كاكاو، تقريبا واحد مغرفه كبيره ونص تكون معمره مليح. وعندي نص باكيت تاع خميره الحلوه. راح نصير هاد المكونات الجافه. انا ننصحكم الكيكه هذه ولا الديسر هدايا راح يكون يعني البنه تاعو راح تكون كما نقولوا تعتمد على النوعيه تاع الكاكاو اللي تستعملوه. اذا استعملتوا كاكاو مليح راح تجيكم بزاف بنينه، خاطش لاكريم مخدومه بالكاكاو والكيكه ثاني مخدومه بالكاكاو. سما لي دو كوش هذوك الطبقات الزوج راح نخدموهم بالكاكاو. اذا استعملتوا كاكاو يكون مليح وكنوعيه مليحه وبنين، راح الديسر تاعكم يجيكم بزاف بنين. مي اذا استعملتوا كاكاو نوعيه شويه ولا ما تصلحش، راح الديسر تاعكم يجي ناقص في البنه. دونك خيروا كاكاو يكون بني اللون تاعو. انا هنايا ماش حنشكر لكم بزاف، خاطش الكاكاو اللي استعملته شويه عيان، ماشي فريمون يعني الكاكاو هذاك المليح. مي صافا يعني جات البنه على بالي، لو كان استعملت فيها الكاكاو هذاك البنين راح تجي البنه يعني تجي خير وخير. مي ننصحكم انا استعملوا يعني الكاكاو اللي يكون مليح. هذه هي. درت المكونات الجافه تاعي، خلطتهم خلطه خفيفه يعني كما راكم تشوفوا حتى وين انسجموا لي كامل هذوك المكونات. وجبت هنايا المول تاعي ولا البايركس تاعي، استعملوا تاع الزجاج دو بريفيرونس. التحليه هذه ديروها في مول تاع الزجاج. القيس تاع هذا المول هدايا فيه 22 سنتيمتر على 15 سنتيمتر. بيان سور كنت دهنته بزبده كما راكم تشوفوا، وراح ندخلوه يطيب في فور يكون مسخن على 180 درجه. شعلوه من التحت كي تشوفوا الكيكه تاعكم طلعت، شعلوا لها من الفوق ما تطوش بزاف، 20 25 دقيقه طيب لكم. هنايا راح نديروا الكريمه تاعنا اللي راح نسحق فيها زوج مغارف كبار تاع مايزينا، زوج مغارف كبار تاع سكر. انا استعملت سكر بني، تقدروا تستعملوا السكر الابيض، قلت لكم اللي كان عندي البني على بالي استعملته. وعندي زوج مغارف كبار تاع الكاكاو، يعني كل زوج مغارف يعني راح تجيكم سهله باش تتفكروا المكونات. وعندي نص ريتلات تاع الحليب. نخلط هنا هاد المكونات بارد في بارد كيما راكم تشوفوا حتى وين ينسجموا بيان، حتى وين نشوف هذاك المكونات الجافه دابوا مع هذاك الحليب. ومن بعد نروح نحطها فوق النار. هنايا قلت لكم ديال الكريمه تعتمد على الكاكاو اللي يكون مليح. سما اذا استعملتوا كاكاو يكون بنين راح تجيكم مالغري راح نزيدوا من بعد شوكولا. مي الكاكاو يلعب دور كبير، دو بريفيرونس استعملوا كاكاو يكون مليح. وقلت لكم في لافان كامل مر ما يطيب لنا لاكانا ما راح نزيدوا لها شوكولا باش نكثروا يعني البنه تاع الشوكولا في الديسار تاعنا. كما راكم تشوفوا هنايا
المكونات الجافه راهم ذابوا في الخليط هذاك في الحليب. راح نحطهم فوق النار، النار تكون قليله ماشي قويه، ونقعد نخلط حتى من يتعقد لي الكريم. نعاود نولي للكيكه تاعي مرمى طابت لي. هنا الكيكه مرمى طيب لكم. واش ديروا؟ انا قلبتها باش يعني الوش تاعها يجي شباب، قلبتها سهله يعني تقلب لكم فاسيلمون. وراكم تشوفوا تجي خفيفه بزاف بزاف. الكيكه هاديه راح نبيكيها بالموس ولا بالكوردون كيما حبيتو، ونشربها بالحليب باش ما تجيناش ناشفه. هنا الكيكه تاعنا نشربوها بالحليب وما نشربوهاش بسيرو، ولا يعني باش ما تجيناش حلوه بزاف. الحليب وحده راح يعطيكم هذاك القوام اللي يكون مشرب او ميم طون، يعني ماشي حلوه باسكو ديجا فيها السكر. دونك هذيك تاع اللي نشربوا الكيك ولا الموسكوتشو بالسيرو، انا ما وليتش نديرها، وليت ندير غير الحليب. راح نشوفوا بلي لي ديسر ولا الكيكه تاعكم يجوا ايكيليبري، ما يجوش حلوين بزاف. هنايا لا كريم تاعي مور معقدتها، انا نحيتها كيما راكم تشوفوا. راح نزيد لها 100 غرام تاع شوكولا. استعملت شوكولا بالحليب، تحبوا تستعملوا شوكولا نوار تقدروا تستعملوا شوكولا نوار، مي زيدوا شويه في السكر اذا استعملتوا شوكولا نوار، باسكو انا نقصت درت 2 مغارف برك تاع السكر، باسكو يعني حنستعمل شوكولا بالحليب. شوكولا بالحليب معروفه بلي حلوه على الشوكولا نوار. نتوما اذا استعملتوا شوكولا نوار زيدوا واحد مغرفه كبيره تاع السكر هكذاك في لاكرام تاعكم. نعاود دوكا نجيب هذيك الكيكه تاعي نفرغ فوقها كامل الكميه تاع لاكرام كيما راكم تشوفوا هكذا، يعني حجينا طبقه مليحه تاع لاكرام. وقبل ما تنشف لكم هنا، قبل ما تنشف لكم لاكرام سيو كيفاش تسقموها، باسكو راكم تشوفوا بلي لاكرام كي تنشف تم دير لكم هذيك الطبقه اللي تجي ناشفه من الفوق. مي بون ما تسحقوش نتوما الشكل تاعها يكون شباب، خاطرش راح نزيدو نديرو ينكوش واحده اخرى تاع شوكولا من الفوق. هاد الكيكه غير الشوكولا في شوكولا، يعني اللي يحبوا الشوكولا فريمون راح يستمتعوا بالبنه تاعها. هكذا نمشيها شويه هكذا باش تجيني لاكوش هكذا مستفى من الفوق. ومن بعد واش ديروا هنا؟ لازم تخلوا هاد الطبقه هذه تنشف شويه، ما تخلوهاش تنشف شويه وتزيد تبرد شويه ثاني، ماشي هي سخونه هكذاك. نروحوا ديريكتومون نديروا الطبقه الثالثه. تدفى شويه كيما قلت لكم. والطبقه الثالثه واش راح نديروا فيها؟ عندي 100 غرام تاع 100 حتى 120 غرام، اذا انتم على حساب الطبقه شحال تحبوها خشينه، تاع شوكولا بالحليب اللي كنت دوبتها مع شويه تاع الزيت. نزلوا شويه تاع الزيت باش تجي خفيفه شويه، او ميم طون يعني تمد لنا هذاك لامعان لا بريونس هذيك في الكلاصاج تاعنا. راح نحطها كامل، نفرخها كامل فوق الطبقه هذيك الثانيه، ونمشيها كما راكم تشوفون. نسي نغطي كامل هذيك الطبقه، يعني تكفيكم باش تغطي لكم كامل هذيك الطبقه. ومن بعد راح نخلو الديسر تاعنا يبرد. لازم يبرد باش هاد الشوكولا اللي درناها مع الاخر تحكم روحها، تجمد كما نقولوا، وتولي لنا طبقه مقرمشه، يعني تكون يابسه كاين نجو ناكلوا التحليه تاعنا. هذا هو يعني كيما نقولوا، يعني الشيء اللي تميز به هاد التحليه هذه تجي، يعني كي تجوا تاكلوها تكسروا هذيك الطبقه الفوقانيه باش تبان لكم الطبقه التحتانيه اللي تجي طريه وتجي هكذاك كريموس كيما نقولوا، ينكرام ومن تحت هذاك الكيك هذاك المشرب. ثم لازم تجمد لنا بيان الطبقه هذه الاخرى. كيما راكم تشوفوا حطيتها في الفريجيدار بردت لي مليح، قد ما تقدروا تخلوها تبرد خلوها. ومن بعد نجي دوكا نرش الكاكاو من الفوق، نغطوا كامل هذيك لاكوش بالكاكاو باش ما تبان، يعني ما تعرفوش اسك كاين طبقه هكذا يابسه من الفوق. تغطوا كامل التحليه تاعكم بالكاكاو، وكي يجي واحد ياكلها يشوف هذيك الطبقه، يعني يلقى هذيك الطبقه اليابسه. ومن بعد كي يكسر يعني سوربريز من تحت راح يلقى كامل هذوك الطبقات اللي درناهم. وهاي ليك التحليه تاعنا واجده كيما راكم تشوفوا، يعني يجي الشكل تاعها يشهي، والبنه تاعها بنينه بزاف. قلت لكم برك ونعاود لكم ننسيستي على الكاكاو، استعملوا كاكاو اللي يكون نوعيه مليحه باش تجيكم تحليه بزاف بنينه. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم تاني. ما تنساوش جامو ابوني وفعلوا الجرس باش يلحقوكم كامل الوصفه تاعي. لحقنا دوكا الله فانت على فيديو، قال نقول لكم تهلاو في رواحكم، استناوني في وصفه جديده وفيديو جديد، وتبقاو على خير.